توجد ادله، لا يوجد شهود، لا يوجد اي شيء في القضيه. قضايا ملفقه تماما. طيب مش انا لوحدي، كل الناس كده. تعالوا نشوف شهاده وزير الداخليه الاسبق بقى، ولا السابق الاسبق، منصور العيسوي، بخصوص الشيخ محمد الدوهري. هو اصلا ده محكوم عليه باعدام، فقضيه سياسيه، قضيه عسكريه. نعم. وهم للاسف الشديد ما بقى له فتره طويله ما اعرفش ايه، يعني مش عايز اقول مبرراته، انما على ما يبدو ان هو كان بيضغطوا بيه على ايمن الظواهري عشان ما وعليه حكم اعدام من محكمه عسكريه. نعم، في قضيه الباني. عشان كده هم بيقولوا امن الدوله، امن الدوله ما جبتوش يعني. الصحافه قالت لك امن الدوله لا زالت تعمل في الخفاء. لا، مش امن الدوله، دي شرطه نظاميه، الشرطه اداره بحث جنائي في القاهره اللي جابته. نعم. مش امن الدوله يعني. نعم. فده عليه حكم. انا بعته هيعارض في المحكمه العسكريه، في المحاكم العسكريه، واذا طلعوه براءه طلعوه، مش مشكله يعني. بكل البساطه كده بيضغطوا بيه على اخوه ياخد اعدام. انا كدت مرتين ان انا اعدم عشان يضغطوا بيه على اخويا. طيب، بينضم لنا على التليفون الاستاذ عماد الدوح، محامي المتهمين في قضيه مدينه نصر. استاذ عماد، اهلا بيك. والشيخ محمد الظواهري بيستشهد بيك وبيقول ان حضرتك بتؤكد انه ما زال يمارس اداء يعني غير انساني مع المتهمين لحد الان. استاذ عماد. استاذ عماد. من متهمين بعد قناه 25 استضافه الباشمهندس محمد الظاهري. اولا، ثانيا احنا عايزين نوضح حاجه للساده المشاهدين وهم اللي يعلقوا عليها. اتفضل. انا اذكر شهاده امام ربنا عز وجل قبل اي حد يا استاذ عماد. نعم، الشهاده قدام ربنا قبل اي حد. شهاده قدام ربنا وحسب عليها امام الله عز وجل. اتفضل. وذكر الكلام ده مثبت لتحقيقات نيابه امن الدوله في القضيه الخاصه الشهيره خليه مدينه نصر. ايوه. احد المتهمين اسمه هيثم احمد السيد. ايوه. قبض عليه وتم تعذيبه في مديريه امن اسكندريه على ايدي ضباط الامن الوطني، وتم سبه والدته واخته بالزنا، اتهموهم بالزنا، والقوه على الارض وضربوه، ووضع حذاءه على وجهه وقال له بالحرف الواحد: سوف ابوظ وشك بكعب جزمتي. ده الكلام ده وسأفعل فيك ما لم تتخيله. وقام بخلع ملابسه وقال له: سأفعل فيك ما لم تتخيله. وعلشان يعترف بيحلف بالله ان الكلام ده ما حصلش. فقال له: الاله اللي انت بتحلف بيه ده انا ما بعترفش بيه، احلف لي باليسوع. فالاخ سكت ولم يتكلم، فقام بالضرب فيه بالاحذيه وبكل الجنود اللي حواليه. هذه واقعه واحده في من يقول ان الامن الوطني تحول الى جهاز معلوماتي وليس جهاز تحقيقاتي. طب انا عايز اقول لك بس، ده انت بتتكلم على هو اللي بيقبض يا استاذ عماد، وهو اللي بيعذب وهو اللي بيلفق وهو اللي بيحول المحكمه. يا استاذ عماد اسمعني بالله عليك. أيوة، انت بتتكلم على قضيه مدينه نصر الاخيره دي اللي شغلت الراي العام. ايوه، اللي قالوا عليها يفجروا الهرم وجنينه الحيوانات والمترو والكلام ده كله طلع كذب، ولم يثبت في تحقيقات النيابه اي شيء من هذا الكلام. هيثم احمد السيد اتعرف على شخصيه ده طالب بالذكر، ده طالب في كليه الشريعه في كليه الدراسات العربيه والاسلاميه جامعه الازهر. عارف الضابط اللي عذبه التعذيب ده؟ ولم يثبت في تحقيقات النيابه ان اي من المتهمين يكفر الحاكم او يقول بالخروج عليه. طب عارف، لم يثبت في تحقيقات النيابه حتى الان اي من المتهمين كان ينتوي عمل اي شيء في مصر. طيب، واتحدى اي شخص يقول بخلاف ذلك. هيثم احمد السيد عارف الضابط اللي عذبه؟ كان متغمي حضرتك، كان في مديريه امن اسكندريه وكان ضابط امن الدوله اللي بيعذبه. عماد الدوح، بشكرك. ضابط امن الدوله اسمه مكتوب في التحريات. بشكرك. حضرتك عايزين تعرفوا اسم الضابط؟ ما هو اسمه مكتوب على التحريات بتاع المباحث. طب ما تقوله لنا. انا مش فاكر اسم الضابط، هو موجود على تحريات المباحث اللي موجوده في ملف القضيه.
بشكرك. الكلام اللي انا بقوله لك ده مثبت في تحقيقات النيابه. عماد الدوح محامي المتهمين في قضيه مدينه الكلام نصر، ده بشكرك قال بشكرك وأنا- بشكرك شكرا جزيلا. بس عايز اكسب وقت عشان اقدر اطلع من الشيخ محمد الظاهري باكبر تعليقات على اسئله بتشغل الراي أستاذ العام. معتز